السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ حلقة جديدة من مطبخ انا على طريقتي انا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. للحذاء لسان لكنه لا يتكلم، وللطاولة ارجل لكنها لا تسير، وللقلم ريشة لكنه لا يطير، وللساعة قارب لكنها لا تلسع، للكثير عقول لكنهم لا يفكرون. النهارده ان شاء الله هعمل لكم الكشري المصري. طبعا انا عملته لكم قبل كده، بس عشان انا هعمله النهارده فانا قلت ان انا اصور الحلقة بردك، لان في ناس كتير ما بتشوفش الحلقات اللي فاتت، وفي ناس ما بتعرفش تعمل سيرش على القناة عندي، فانا عادي يعني اللي في حلقات هتتعاد. فالنهارده هعمل الكشري المصري بقى التحفة، يعني اللي احلى من بتاع المطاعم. ان شاء الله هتجربوا الطريقة دي وهتعجبكم جدا. المية بتاعت المكرونة هي بتغلي، هحط المكرونة. طبعا انا هحط المكرونة الصغيرة وهخلي الاسباجيتي يعني لما تخش المكرونة التانية في السوا، لان الاسباجيتي ما بتستويش، بتستوي قصدي بسرعة، علشان ما تتهريش معايا، لان الاسباجيتي بالذات بحبها فيها تكه، علشان كل ما بتقعد طبعا بتاخد سوا. طبعا ادي انواع المكرونه، معايا اقلام ومعايا المكرونه الصغيره دي والمعوجه، اي نوع مكرونه عندك. بسم الله كده هسلق المكرونه اهو. هحط معلقه ملح كبيره زي ما انتم شايفين، انا هحط معلقه ملح كبيره كده بس، ولا زيت ولا اي حاجه، هو ملح بس. هشوف هعمل ايه تاني عقبال ما المكرونه تتسلق. شايفين كده خلاص المكرونه قربت تخش في السوا. هنزل بقى بالاسباجيتي. الاسباجيتي اهو انا اسماها، طبعا انا بحطها يعني قبل الاخر كده، علشان انا قلت لكم ان انا مش بحبها مستويه، انا بحبها تكون فيها تكه كده عشان ما تتهريش مني. بس هي عقبال بردك ما تاخد المكرونه اللي هي الاولانيه السوا الكامل، تكون الاسباجيتي تكون استوت، وبعدين دي رفيعه اهو زي ما انتم شايفين، فبتستوي بسرعه يعني. ده انا معايا العدس البني، انا غسلته اهو، هنزله كده في الميه يتسلق. طبعا مش هخليه يتهري بردك، كل حاجه لازم تبقى فيها تكه كده، علشان الكشري لما يبقى معجن ما بيبقاش حلو، لازم يبقى مفلفل كده، كل حاجه فيه واخده وضعها اهو كده. هحط له معلقه ملح اهو، شويه ملح اهو كده، واسيبه لحد ما يستوي. ويلا هشوف هعمل ايه تاني. زي ما انتم شايفين بقى الصلصه بتاعتي دي طماطم فريش، طبعا انا ضربها في الخلاط. انا مسخنه الزيت، وبعد ما سخنت الزيت حطيت الطماطم. حطي الكميه اللي انت عايزاها، بس اهم حاجه تكون الطماطم خفيفه ما تكونش تقيله. هنزل بالملح والفلفل الاسمر بس، هحط الملح وهحط فلفل اسمر، بس الفلفل الاسمر هيكون زياده شويه كده بس كده. هسيبها تتسبك. هعمل بقى الرز طبعا هنزل بالزيت كده، زيت او سمنه زي ما انت حابه. الرز بالشعريه، هحط الشعريه الاول تتحمر كده، وزي ما انتم شايفين كده الشعريه اتحمرت. هنزل بقى بالرز وهنزل بالميه. بسم الله كده خلاص. حطيت العيار بتاع الميه بتاع الرز قصدي. عايزه اقول لكم بقى ان في ناس بتعلق احنا بنقلي البصل وبناخد ميه البصل الزيت، او بنعمل فيه الرز ومش عارفه ايه وحركات كده يعني. فهي دي طريقتي انا، وعايزه اقول لكم الطريقه دي تحفه جميله جدا يعني. جربيها بالظبط كده زي ما انا عاملاها وشوفي النتيجه يعني. هحط الملح كده، بصوا بقى ادي الصلصه بتاعت المكرونه. عايزه اقول لكم ان لازم الصلصه بتاعت المكرونه تبقى خفيفه، ما تبقاش تقيله كده، تبقى زي المربى كده، لا مش هتبقى حلوه.
فلازم تبقى خفيفه كده. الخفيه ديت هي دي صلصه الكشري بصراحه، بتبقى فظيعه لما تكون خفيفه كده. هي متسبكه بس خفيفه مش تقيله. وادي الرز اهو بدأ يتشرب. طبعا هوطي عليه خالص وبعدين هقلبه تقليبه. هوطي عليه. شايفين الناس بتقول ان الكشري متعب ولا حاجه، بالعكس يعني من الاكلات الجميله جدا. اهو كده هوطي عليه بقى خالص وهسيبه يستوي براحته. مش هياخد كمان اقل من 10 دقايق كمان يكون استوى. وزي ما انتم شايفين الشطه القرون دي الرهيبه دي سر يعني طعم الكشري بتاعي. انا ما بعملش الدقه بالشطه اللي هي البودره اللي بنجيبوها من عند العطار، لاني ما بدخلهاش بيتي لان مش حلوه. طبعا دي احلى بكتير. دي فرق، عايزه اقول لكم فرق ما بين السماء والارض طبعا، بين الشطه الناعمه اللي احنا بنجيبوها جاهزه وان الشطه القرون دي انت بتجيبيها وبتفرميها عندك في البيت. طبعا دي بتيجي من اسوان او من الصعيد او من عطارين كبار في المنشيه او في البلد. بتلاقي عندهم الشطه القرون دي كيلو تقريبا ب70 او ب65 حاجه زي كده. هو ربع كيلو هيشهيصك طبعا، هيقعد معاكي مده طويله. بس ما تجيبيش الشطه التانيه، ما انصحكيش لان مش حلوه خالص. والبابريكا اللي بيقولوا عليها اللي هي الحمراء بتبقى عباره عن الفلفل الكبي الاحمر اللي هي بواقي الفلفل الكبي من الاسواق ومش عارفه ايه. بياخدوها طبعا ينشفوه بيعملوا بيه البابريكا، فاللي هي الشطه بردك البقالي. فانا طبعا بنصحك ان انت تجيبي الشطه دي وتفرميها عندك في البيت، انضف واحسن لك بكتير. وزي ما انتم شايفين ادي الشطه، بس عايزه اقول لكم ان هي بقى ايه حاميه مولعه، فايه خلي بالكم منها. يعني هم حبه صغيرين يكفوا قوي. طبعا هحطهم هفضيهم في برطمان. هي دي اللي انا بستخدمها كده، بس رهيبه بصراحه يعني. وزي ما انتم شايفين كده العدس خلاص انا سلقته. شايفين مش مهري ولا حاجه ازاي، الواحده بوحدتها طبعا. وحمص الشام انا بجيب طبعا الصغير الاصغر من كده، بس ده كان عندي يعني في التلاجة. هو اصلا انا بنقعه اول ما بجيبه، بنقعه حوالي ساعتين وبديله غلوه بحبه ملح بس فقط لا غير. ما بيعوز حاجات اكتر من كده. بس ما فيش غير البصل دلوقتي هقليه. هحمر البصل اهو. ادي البصل بتاعي هرش عليه شويه دقيق والزيت على النار. هعمله دلوقتي معاكم. انتوا شايفين ادي البصل بقى بتاعي اهو. هنزل بشويه دقيق كده اهو وهقلبه. طبعا الدقيق بيخليه يقرمش، بيبقى جميل جدا، ما يبقاش طري ولا حاجه. وادي الزيت سخن. هنزل بقى بالبصل. بسم الله كده. شايفين ادي البصل اهو نشف كده وخلاص كده. هو خد اللون اللي انا عايزاه. هبدأ بقى ان انا اطلعه كده. طفيت النار عليه كده زي ما انتم شايفين البصل حلو ازاي ومقرمش جميل جدا اهو. وادي العدس وادي حمص الشام. هعمل بقى الدقه، هوريكم الدقه بتتعمل ازاي. زي ما انتم شايفين انا معايا توم انا دقاه اهو كده، توم مدوق وكوبايه صلصه من اللي هي بتاعه المكرونه اللي انا عاملاها مسبكاها اهي. شايفين خفيفه ازاي مش تقيله كده. وهحط كوبايه ميه. ادي كوبايه الميه اهي. هحط طبعا الشطه بتاعتي. عايزه اقول لكم فظيعه. انا عملتها قبل كده بس طبعا ايه للي ما شافش يعني اهو كده. رهيبه طبعا، خلي بالكم منها لان حاميه جدا جدا.
وشويه ملح بس كده، ولا خل ولا اي حاجه. عايزه تعملي خل بالثوم لوحده بره الدقه اعملي، ما تحطيش على الدقه خل، هي اصلا هتدوقيها اكنك حاطه فيها خل بالظبط. عايزه اقول لكم بقى على حاجه مهمه. طبعا الكشري ليه ترتيب في الغرف، ما ينفعش يتغرف كده وخلاص، ليه ترتيب. الرصه اللي انا هرصها للكشري او الترتيب ده، هي دي الرصه المظبوطه يعني. طبعا بجانب ان انت ممكن تعملي ديكور في الطبق، تعملي صفوف المكرونه، الرز، العدس، الحمص، البصل. فانا هديكي الرصه التمام يعني. اول حاجه بتتحط المكرونه كده في الطبق، دي اول حاجه. بعد المكرونه الرز، وبعد كده زي ما انتم شايفين الرز، هجيب الرز اهو، شايفين الرز حلو ازاي كده. عايزه بقى انت تعملي ديكور اعملي، بس انا بوريكي الاساسيات بتاعه الكشري اهو كده. بعد الرز بيتحط الصلصه. طبعا في ناس لما بتيجي بتاكل بتضايقني جدا، تقوم ماسكه الطبق تك 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 مقلباه كده على بعض واكله. طب هو ليه اكل معين طبعا، دي طريقه. بعد كده هحط الصلصه اهي كده. ايه بقى هيتحط بعد الصلصه؟ يلا بينا. يتحط بقى بعد العدس، بعد الصلصه العدس اهو كده، هيترص كده العدس كده. بعد العدس بقى هيتحط البصل اهو، ادي البصل كده، والحمص اهو. بعد كده حطي الدقه، الشطه، الخل، زي ما انت عايزه. وكده خلاص ده ترتيب الكشري في الغرف. طبعا الشطه بقى انا مش بحط، انا عامله رقيقه كده قدامكم بحط بالمعلقه، لكن انا في الحقيقه مش بحط بالمعلقه، انا بقلب قلب يعني كده يعني عشان التصوير بس، لكن انا بره الكواليس بره التصوير بخرب الدنيا يعني. ممكن دي كلها احطها على الطبق. انا بصراحه مجرمه في الشطه. بصوا بقى اكل الكشري كده، مش همسك الطبق اروح مقلبه 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 واروح واكله، المنظر بتاع الطبق ما بيبقاش حلو. فانتي تاكلي كده هتاكلي كل حاجه صدقيني، بس تاكلي كده. هو ده اكل الكشري. شايفين؟ هدوق واقول لكم رايي. بصراحه رهيب بجد بجد، تسلم ايدي. يا رب تكون الحلقه النهارده عجبتكم. استنوني في حلقات تانية كتير، وان شاء الله تجربوا طريقه الكشري المصري الاسكندراني الاصلي اللي طعمه تحفه بجد يعني. ما تنسوش بقى التعليقات واللايكات بتاعتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.